مساء الفل عليكم، مساء الفل على كل الزملكاويه في بودكاست زملكاوي، البودكاست اللي هتقابلوا فيه كل نجوم الزمالك بقى في مختلف الالعاب ومختلف الاعمار. النهارده واحنا هنا في نادي الزمالك نقابل واحد من ناشئين نادي الزمالك، بس مش اي ناشئ كده تقال له يلا اطلع هتلعب شويه ماتشات، لا ده اتقال له هتلعب ماتشات كبيره، لا انت دلوقتي هتلعب قدام الاف مؤلفه والغلطه هنا بحساب. هنعرف منه كل التفاصيل النهارده. هو نجمنا محمد ابراهيم. يا مساء الفل عليك. مساء النور. الدوري السنه دي كان صعب، طبعا احساسك ايه وانت بطل الدوري؟ احساس جميل طبعا ان انا بطل دوري مع نادي الزمالك، وفخور طبعا ان انا بلعب في نادي الزمالك وخدت معاهم بطولة الدوري. اصعب ماتش السنه دي لعبته؟ اصعب ماتش ممكن بيراميدز الدور الاول ونهائي الكونفدرالية. بيراميدز عشان كان اول ماتش يعني جامد زي الديربي كده يعني، فهو صعب شويه الدور الاول. قالك ايه قبل ما تنزل بقى الماتش ده؟ لا اللعيبه كلها بصراحه كلمتني، كابتن عمر جابر وحسام مجيد طبعا اتكلموا معايا على المستوى الشخصي. ما تخافش، انت لعيب كبير، العب براحتك والعب لعبك، واحنا في ظهرك واغلب براحتك عادي يعني. خلينا نرجع كده بالزمن لورا شويه ونقارن ما بين احساسين، احساس اول مره دخلت فيها نادي الزمالك ومحدش عارفك، واحساس النهارده وانت داخل نادي الزمالك وانت بطل الدوري. هو احساس غريب كده، اللي انا فخور بنفسي اللي انا خلاص بقى يعني. زمان لما انا جيت النادي اول سنه ليا كنت ناشئ صغير، كنت اشوف اللعيبه الكبيره كانت بتتمرن، ببقى بقول لنفسي يا رب ابقى زيهم كده في يوم من الايام. فانا اما طلعت مع اللعيبه وابتديت العب معاهم كده، ففخور بنفسي اللي التعب السنين اللي فاتت كلها ما راحش يعني على الفاضي. اول مره طلعت فيها مين كلمك؟ كابتن عمر جابر، كابتن عبد الله السعيد، حسام مجيد، كلهم بصراحه كلموني، الونش كله. هل في حاجه معينه اتقالت في حوار دار ما بينكم وما تقدرش تنساه؟ انا ممكن اول ماتش لعبته كان 2000، كان مع جوميز من 3 سنين. كابتن شيكا كان عمال يتكلم معايا اللي انا العب براحتي، ومش لازم انا ابين للجمهور اللي انا لعيب جامد، لازم انا العب براحتي عادي واغلب براحتك عادي يعني. الازمات والظروف اللي مر بيها نادي الزمالك كانت سبب في ان انت تلعب، بتشكر اكيد الازمات والظروف دي اللي خلتك لعيب في فريق نادي الزمالك. طبعا يعني لولا الازمات، بس مش لولا الازمات يعني، احنا هي فرصه، الفرصه بقت اسرع شويه. فهي جت في وقت مناسب اللي احنا كنا جاهزين وطلعنا وقدمنا شيء كويس مع النادي يعني. اول مره دخلت فيها نادي الزمالك كان عندك كام سنه؟ كانت 2014 13 14. دخلت بقى معاك مين استقبلك في النادي؟ دخلت اختبارات؟ انا كنت بلعب في انبي، فمشيت من انبي جيت على الزمالك على طول. فكان رئيس القطاع كابتن سامي الشيشيني، واللي اختارني للاختبارات كابتن حسام منعم. مين بقى جه معاك اول يوم دخلت في نادي الزمالك؟ والدي. الطريق كان وانتوا ماشيين جايين في الطريق بقى، انت جاي من امبي جاي لنادي كبير نادي الزمالك، والدك كان بيقول لك ايه وانت في الطريق؟ كان بيقول لي عادي يعني، اي لعيب ممكن يمشي من نادي كبير او يمشي من نادي قليل عادي، دي كوره يعني، انزل العب في الاختيارات براحتك والعب لعبك، ما تخافش من حاجه وان شاء الله تتقبل يعني. انت لعبت في الشارع؟ طبعا. يبقى نرجع بقى للبدايات، بدايتك خالص كانت ايه قبل امبي؟ قبل انبي كنت بلعب في اكاديميه مستقبل شبرا، كابتن حسام حسنين. هو برضو يعني هو اللي اسسني كوره في الاكاديميه، وسبب كبير يعني اللي انا بقى موجود دلوقتي. كنت بتلعب بقى في البيت كوره الاول وتقعد تخبط كده وترزع نكسر الدنيا. وتكسر الدنيا؟ ده اكيد يعني، هو الشوارع بيتعلم الكوره، والاكاديميات في لعيبه كتير اتعلمت الكوره من الشوارع، وانا من منطقه شعبيه، فالكوره بالنسبه لنا رقم واحد يعني. مين اول حد قال لك انت فعلا هتبقى لعيب كوره؟ ممكن عمي. شاف بقى فيك ايه مختلف يعني؟ شافك مثلا وانت بتلعب في الشارع، شافك وانت بتلعب في ماتشات رسميه؟ في الشارع، لا في الشارع كده، واحنا بنلعب في الشارع من صغرنا يعني، كنا بنلعب، فقال لنا تعالى نروح انبي اختبارات. رحت الاول اكاديميه مستقبل شبرا، وبعد كده رحت انبي اختبارات، وفضلت في انبي سنتين، مشيت من انبي وبعد كده جيت على الزمالك على طول. لعبت كده طبعا، لان الامبي من اقوى قطاعات الناشئين في مصر. فانت لعبت في ليفل عالي، فلما جيت نادي الزمالك حسيت نفسك جاهز؟ يعني انبي زمان كانت من اقوى الناشئين، كنا بناخد كل البطولات مع انبي. فلما جيت الزمالك حسيت باختلاف، بس اللي هو انا في نادي كبير اللي هو اكبر نادي في افريقيا، فده الاختلاف بس، فمستوى اللعب متقارب يعني. اول مره بقى لبست فيها تيشيرت نادي الزمالك، في فرق طبعا ما بين الاحساسين، اول مره لبسته وانت في الناشئين واول مره بقى وانت في الفريق الاول. هو انا وانا صغير اول ماتش لعبته كنت مش حاسس بنفسي يعني، اللي انا ممكن في يوم اوصل اللي انا عايزه في نادي الزمالك وممكن لا، فاحساس غريب يعني. اول ماتش لعبته كان مع مستر جوميز قدام بلديه المحله، كان اول ماتش وانا عندي 17 سنه. فكنت اللعبه كلها كانت بتكلمني، فما كنتش عارف انا فين ولا ايه اللي بيتكلم، وانا ما كنتش عارف اي حاجه.
اللي انا بس اللي انا حلمي بيتحقق. مين اللي بلغك بقى في الخبر ان انت خلاص موجود بقى في قائمه الفريق؟ لما طلعت اول مره كان كابتن معتمد جمال هو اللي طلعنا اول مره، وبعد كده مشي، وبعد كده مستر جوميز فضلت معاه. اول واحد بلغني مش فاكر بصراحه، بس ممكن كان كابتن محمد حلمي مدير القطاع، او كان كابتن بدر حامد. احساسك كان ايه بقى لما اتقالك خلاص انت دلوقتي تلعب مع الفريق الاول؟ انت بس مش بس اتصعدت، لا ده انت كمان دلوقتي موجود في ماتش رسمي، انت هتنزل تلعب وهتشيل بقى اسم نادي الزمالك رسميا وقدام جماهير. في اللي انا شايفه اللي انا حلمي هو بيتحقق، فهل هبقى جاهز ليه ولا لا؟ فمش كنتش عارف اعمل ايه بصراحه. بس هي اول بس كوره بتتلعب، بعد كده خلاص بقى بدخل في المود وماتش زي اي ماتش عادي. ما خدتش وقت طويل علشان تندمج مع الفريق الاول؟ لا، هي بصراحه اللعيبه كلها كانت بتتكلم معانا، دخلونا في المود على طول يعني. ما خدناش وقت كتير بصراحه. هو الضغط الوحيد اللي بيتحط اللي انا عايز ابقى احسن من الماتش اللي قبله، فانا اشوف ايه اللي غلطت في الماتش اللي قبله، احاول ما اكرروش الماتش اللي بعده كده. بس في حد من اللعيبه بيتكلم معاك مثلا بعد الماتشات يقول لك خلي بالك انت كنت محتاج تبقى كذا، في شويه نصايح بتاخدها باستمرار؟ كابتن عمر جابر بيتكلم معايا على طول، والونش بصراحه كابتن الونش ما بيسيبونيش يعني، قبل الماتش بيكلموني اعمل ايه وما اعملش ايه وكده. فاكر اول ماتش ليك نزلت ولقيت الاستاد مليان جماهير؟ كان اول ماتش كان بتروجيت 2-1. ما تنساهوش طبعا. لا احساسك بقى كان ايه؟ اتخضيت اول نزله؟ دايما بتقل اول ما تيجي تنزل تلمس كده ارض الملعب وتسمع صوت الجمهور. شعور غريب يعني، هو شعور غريب، جسمك لازم يقشعر وتفضل باصص للجمهور كله. هو يعني انت هتكمل ولا مش هتكمل؟ الماتش ده ممكن يخليك تكمل فوق تبقى نجم الفرقه، او خلاص تبطل كوره يعني. بس انت حسيت ان انت اندمجت على طول من اول ماتش لما دخلت؟ التوتر بتاع ان الجمهور بيهيص مع كل حاجه، بيسقف بيزوم، التوتر بس اول ربع ساعه، وبعد كده خلاص يعني بتخش في المود على طول. اوضه لبس الزمالك عامله ازاي بما ان احنا بقى في اوضه اللبس؟ هي اجواء عشان اول سنه اتحط فيها، فهي اجواء غريبه يعني، بس حاجه جميله. اللعيبه كلها بتتكلم مع بعض، مفيش حاجه سلبيه في الاوضه، كله ايجابي وكله كلام ايجابي في الاوضه، نركز في الماتش اللي بعده كده يعني. والدك بقى اول ماتش اتفرج عليك بقى بيقول لك ايه؟ هل والدك بقى من النوع اللي هو الناقد؟ هو دايما على طول بيقول لي اي حاجه كانت ناقصاني في الماتش، كان بيقول لي بطريقه كويسه يعني عشان ما اخدهاش بطريقه سلبيه، وبيتكلم معايا على طول يعني. بتكلم مين اول ما تخلص اول ماتش تبقى عايز تعرف رايه؟ مين اول واحد بتستنى تسمع منه انت عملت ايه في الماتش؟ والدي. والدتك؟ هي والدتي مالهاش في الكوره قوي يعني، بس هي بدات تتفرج بقى تاخد لما منها دعوات بس قبل الماتش صح؟ لازم تاخد مصلحتك منها قبل الماتش، وبعد الماتش خلاص تكلم والدك تتكلم فني. عشان هي مالهاش في الكوره، بس بعد كده بدات بقى تعرف بقى اللعيبه، وتعرف احنا هنلاعب مين والساعه كام وكده، وتفضل مستنيه قدام الشاشه كده تستنى الماتش بقى. انت نشأت في بيت اصلا كروي؟ انا ما كنتش بتابع كوره يعني، انا هدفي الوحيد اللي انا العب كوره، ما كنتش بحب اتفرج على التلفزيون خالص بصراحه، بس لو ماتش قوي كنت بقعد اتفرج عليه. فرق بقى بين ماتشات الناشئين والاحتكاكات بقى بتاعت الناشئين وماتشات الفريق الاول؟ هي الاجواء غريبه يعني، رتم اللعب اسرع من مستوى الناشئين، وكالجمهور وككل حاجه بصراحه يعني، هو الجمهور والريتم بس الحاجات دي بالنسبه غريبة. لك كانت عامل ايجابي؟ كان عامل ايجابي ليا، اللي انا اطور من نفسي، وبعد كده بقى قعدت اطور من نفسي لغايه ما بقى احاول ابقى زي لعيب كذا مثلا. في نصيحه معينه ما بتنساهاش اتقالت لك من كابتن معتمد جمال، اتقالت لك من كابتن عمر جابر، اتقالت لك من كابتن عبد الله السعيد، من الكباتن الكبار كابتن شيكابالا؟ هو كلهم بصراحه كلموني، كل الكباتن اللي حضرتك قلتيهم دول كلهم كانوا بيكلموني اللي انا العب لعبي ما اخافش من حاجه، وانت بتلعب في نادي كبير وانت لعيب كبير، والعب براحتك يعني، مش لازم تبين للجمهور اللي انت جامد فتعمل حاجه انت مش عايز تعملها فتغلط. بصراحه بعمل بنصايحهم يعني، لازم اعمل بنصايحهم، هم لعيبه مشيت بكل اللي احنا فيه دلوقتي وعدوا بيه، وهما بينصحوني، فانا لازم اعمل بالنصيحه بتاعتهم يعني. اقرب حد ليك في الفريق مين؟ محمد السيد ويوسف فرنسي، سيد اسامه. في المعسكرات بقى بتبقى قاعد مع مين؟ مع سيد اسامه. اجواء المعسكرات بقى في الفريق الاول بتبقى عامله ازاي؟ انت في معسكر الفريق الاول لازم يعني كل حاجه تاخدها بجديه، مفيش هزار مفيش اي حاجه، كل حاجه بجديه عشان الماتش، بعد الماتش هزر براحتك بقى عادي. ماتش ما تقدرش تنساه ابدا لعبته الموسم ده معلم معاك من احسن ماتشاتك بالنسبه لك؟ لا، هو ماتش سيراميكا اللي احنا حسمنا فيه بطوله الدوري. انت بيتقال لك اصلا من الاول كده انت هتلعب في المركز الفلاني؟ لا، انا لعبت في كذا مركز في انبي، وبعد كده سبت عبد البكر، اول ما جيت الزمالك سبت عبد البكر. ايه المراكز بقى اللي انت مريت بيها يعني من الاول بقى، من اول خالص ما انت كنت في مركز الشباب؟ لعبت ديفندر. إيه؟ لعبت ديفندر ومهاجم وسيرت باك، وفي متوشه في انبي كنت واقف جون يعني عشان كنا براعم، فعديت يعني شويه. في المرحله دي كده كده تجربه عادي في كل المراكز، بس ايه اقرب مركز عامه منهم انت حسيت نفسك فيه؟ هو يعني الباك رايت. الباك رايت من الاول؟ اه ما حسيتش نفسك بقى مهاجم بيجيب اجوان؟ لا. ده الكلام ده؟ لا، هو الباك رايت. مين اسطورتك في الملاعب؟ رونالدو، كريستيانو رونالدو. جوه مصر بقى مين بقى من زمان بتقول هو ده انا نفسي ابقى زيه؟ بصراحه كتير يعني انا شايف كابتن عمر جابر، كابتن حازم امام الصغير، كابتن محمد صلاح، يعني كتير بصراحه. اول مره انضميت فيها لمنتخب مصر كانت امتى واحساسك كان ايه؟ اول معسكر رحته كان مع كابتن وائل رياض، استدعاني للمنتخب
فانا لما رحت يعني حاجه كبيره اللي يلبس حد يلبس تيشيرت منتخب مصر ورايح يعني انا رحت منتخب المدير الفني بتاع المنتخب كابتن كبير كابتن وائل رياض يعني بتمرن معاه، فدي حاجه كبيره يعني. تيشيرت منتخب مصر بقى ليه وضع مختلف. طبعا. والنشيد الوطني اول يعني وفي النشيد الوطني كده وانا كنت بقوله في المطوشه كان جسمي بيقشعر يعني، اللي انا حاجه كبيره. وانت صغير كنت بتحلم باللحظه دي او انت كنت مخطط لها اصلا؟ يعني انا كنت حاطط في دماغي ان انا لازم اوصل لليفل معين، اللي هو اول حاجه بس كنت عايز اطلع الفريق الاول، طلعت الحمد لله. بعد كده كنت ببص على منتخب مصر، بس يعني لازم نحط حاجه كده قدامنا اللي احنا لازم نوصل لها. دراستك ايه اخبارها؟ مش احسن حاجه يعني. بسبب في الكوره طبعا. يعني انا في خدمه اجتماعيه جامعه حلوان. اشتغلت حاجات تانية وانت صغير؟ لا يعني لا، عملت حاجه غير انك تلعب كوره؟ مفيش اي حاجه غير الكوره. وانت صغير تيجي ازاي من لحد نادي الزمالك؟ يعني انت جاي من شبرا؟ كنت بركب مترو وانزل الاسعاف، ومن الاسعاف اركب ميكروباص ينزلني عند نادي الزمالك بابا واحد. ودلوقتي؟ اوبر. فرق كبير طبعا. طبعا. حاجه غريبه مختلفه، حاجه مختلفه كده. انت لما كنت بتيجي قبل كده عن طريق اكتر من مواصله كنت بتوصل هلكان بقى وحاسس ان انت كنت يعني أيوة. شقيان وتروح البيت بقى يعني الراجل تعبان وكده يعني؟ راجل اروح البيت انام على طول، مفيش اي حاجه بقدر اعملها. مين كان بيبقى معاك في الطريق ولا خلاص اعتمدت على نفسك وسابوك بقى تتحرك لوحدك؟ انا في الاول والدي كان بيوديني، وبعد كده بقيت اروح لوحدي يعني. لحد امتى كنت بتركب مواصلات وتيجي بيها لنادي الزمالك؟ من سنتين مثلا خلاص وقفت مواصلات. كنت بتلعب في الفريق الاول او كنت اتصعدت لا، الفريق لا. الاول وركبت وكنت بتيجي بمواصلات لسه لا، من قبل الفريق الاول بطلت اركب مواصلات. خلاص من بقى. قبل الفريق الاول، قبل ما اطلع ترقينا الفريق بقى الأول. خلاص وبطلنا بقى. هي موضوع زهق بس، اللي انا بزهق من المواصلات. طموحك ايه؟ طموح ان شاء الله ان احنا نلعب افريقيا وناخد دوري ابطال افريقيا مع نادي الزمالك، ونقدر نسعد جمهور نادي الزمالك يعني، وافضل موجود في نادي الزمالك ما امشيش منه. احساسك بقى ايه لما الجمهور بقى بينادي يقول محمد ابراهيم؟ احساس جميل طبعا، الناس دي كلها بتشجعني وواقفه في ظهري، وعايزين محمد ابراهيم يبقى احسن لاعب في النادي، عشان انا لاعب صغير، فعايزين يكبروني ويحسسوني ان انا مش لاعب صغير يعني. بس كان في ضغط كبير عليك، انت عارف ان انت بتلعب في وقت يعني موسم ما فيهوش، ما ينفعش فيه غلطات، وانت كنت عارف ده طبعا كويس قوي الموسم ده بالتحديد. طبعا عارف، لازم ما اغلطش اي ماتش بماتشه، لازم ما اغلطش خالص، بس اللعيبه كلها كانت بتتكلم معايا حتى لو غلطت تلعب عادي يعني، اي لعيب بيغلط. اللعب مع حد زي كابتن عبد الله السعيد في العمر ده وهو لسه بيأدي بنفس الاداء، عبد الله السعيد نفسه عامل ازاي؟ بيتمرن معاكوا ازاي؟ بيتمرن التمرين من اوله لاخره؟ قدوه لينا كلنا، اللعيبه الصغيره واللعيبه الكبيره، حتى عبد الله السعيد قدوه لينا. بيجي قبل التمرين يتمرن، حتى ممكن بعد التمرين يتمرن عادي. هو ما شاء الله عليه يعني، قدوه لينا كلنا يعني. في السن ده وهو لسه بيعمل نفس الحاجات اللي انتوا اصلا بتحاولوا دلوقتي تعملوها او بتعملوها، مش احنا عايز بنحاول. كده. قول احنا يعني بنشوف كابتن عبد الله بيعمل ايه وبنحاول نقلده يعني. ايه الاكله بقى اللي بتاكلها بعد الماتشات بقى؟ خلاص خلصنا الماتش ممكن نبوظ الدنيا. بيتزا. هنسال شويه اسئله سريعه. تسجل هدف في الدقيقه 90 ولا تعمل 3 اسيستات في ماتش؟ اسجل هدف في الدقيقه 90، هدف الفوز. تدخل خناقه في الملعب وتطرد علشان انت بتدافع عن زميلك، ولا هتسكت عشان ما تتوقفش؟ لا، هسكت عشان ما توقفش. وزميلك طيب هنبقى نشوف بعد الماتش. وتصالحوا بعد كده. تكسب 1-0 باداء ممل ولا تتعادل 3-3 باداء ممتع؟ لا، اكسب 1-0. محمد احنا بنشكرك جدا، الله يخليك. وانت فعلا اثبتت نفسك قدام الجمهور. لعبت في موسم صعب جدا بس قدرت في الاخر تختمه ختام يعني مش هيتنسي للتاريخ. حظك كمان ان انت كنت موجود في موسم زي ده، فبشكرك جدا. وعايزاك تقول كلمه بس لجمهور نادي الزمالك. ان شاء الله نقدر نسعدكم دايما وناخد بطولة الدوري الموسم الجاي وافريقيا ان شاء الله. دي كانت حلقتنا النهارده مع نجم نادي الزمالك محمد ابراهيم. نشوفكم في حلقات جديده في بودكاست زملكاوي.